مساء الفل ومساء السعادة على عيونكم. معاكم أكلة وقصة، والنهاردة هنعمل مع بعض الملبن. كل سنة وانتم طيبين، المولد النبوي خلاص على الأبواب ولازم نفرح ونفرح أولادنا. هنعمل النهاردة الملبن الملون بالسكر بطريقة سهلة وبسيطة. شايفين شكله يجذب انتباه الأطفال جدا في البيت وضامنين نظافته وجماله. وكمان هنعمل الملبن الأحمر بالسوداني الدومية بطريقة سهلة وبسيطة جدا. تعالوا بس نتفرج على الملبن القمر ده ونشوف شكله حلو ازاي، ونشوف شكلناه ازاي، وتقدري تعمليه في البيت بطريقه سهله وبسيطه. بكوبايه ونص من السكر هتقدري تعملي الملبن الملون، وكمان كوبايه ونص من السكر تقدري تعملي كميه الملبن الاحمر الدوميه، او تعملي واحد منهم وتفرحي بيه اولادك. شايفين المطه شكلها حلو والالوان مجذبه للانتباه ازاي. تعالوا نشوف الملبن الاحمر اللي بالسوداني، جميل جدا وهيطلع طعمه قمر قوي. يلا بينا على المقادير ونشوف الطريقه بتاعتنا. اول حاجه معايا حله هنحط فيها كوبايه ونص من السكر وكوبايه ونص من الميه. زي ما انتم شايفين كده انا هستخدم كوبايه ونص بس من السكر، هنعمل بيها الملبن الملون اللي انتوا شفتوه القمر ده في اول الفيديو. هيطلع شكله جميل جدا، ولو عندك الوان كتير تقدري بقى تلعبي مع اولادك وتعملي اشكال والوان حلوه قوي. انا حطيت الخليط ده على النار، هستنى بس الخليط يغلي معايا، وهجيب بوله صغيره احط فيها نص كوبايه من النشا، نص كوبايه من الميه، معلقه كبيره من ميه الورد. تقدري تستبدليها بنص معلقه صغيره من الفانيليا زي ما تحبي. ميه الورد هي اللي هتديكي الطعم بتاع الملبن اللي زي بنشتريه من بره. لو انت ما بتحبيش الملبن بميه الورد تقدري تستبدليها بالفانيليا. حطيت الخليط على النار، اول ما بدا يغلي معايا زي ما انتم شايفين كده على نار متوسطه، نزلت برشه من ملح الليمون اللي هي ربع معلقه صغيره من ملح الليمون، وتقدري تستبدليها بنص عصير ليمونه، وثلاث معالق كبار من عسل الكلوكوز. العسل الكلوكوز مهم قوي في الخطوه دي. فاكرين بقى الخليط النشا اللي احنا عملناه ده؟ هنسيب الخليط يغلي دقيقتين بس بعد ما نحط عسل الجلوكوز وملح الليمون، وبعد كده هننزل بالتدريج عليه بخليط النشا. هبدأ بقى اقلب بالمضرب اليدوي ده، ايدك في الخليط ما تسيبوهوش. هنفضل نقلب فيه لحد ما الخليط يتقل معانا. بياخد وقت قد ايه؟ بياخد حوالي تلت ساعة لربع ساعة. هتلاقي الخليط بدأ يتقل معاكي ويبقى متماسك، بس تفضلي قلبي فيه تقليب مستمر. انا في الخطوة دي هفصل الخليط معايا علشان عايزة اعمل لونين. لو انت عايزة تعملي اكتر من لون هتقدري تقسميهم. لو حابه تعمليه ساده زي ما هو باللون الابيض الشفاف هتسيبيه زي ما هو، او لو حابه تعملي بلون واحد هتسيبي الخليط وتحطي عليه لون. انا قسمت الخليط للونين. هحط في الاول اللون الاصفر، تقدري تستخدمي الالوان الجل، الالوان السايله، الالوان البودره زي ما تحبي الموجود عندك. حطيت بس كده ربع معلقه صغيره من اللون وقلبته تقليبه خفيفه، وبعد كده بقى سبت الخليط يتقل معايا. هجيب بقى هنا في طبق صغير، هجيب معلقة من عسل من الجيلاتين، هنزل عليها بمعلقتين كبار من المية الدافية، ونبدأ ننزل بالخليط ده بالتدريج. بعد ما يتقل معايا الخليط تماما ويكون عدى 20 دقيقة على الأقل، علشان يكون كون معايا ملبن. احنا ما بنعملش مهلبية، احنا بنعمل ملبن كده ويكون قوامه تقيل. هنزل بقى بالجيلاتين وهبدأ أقلب لحد ما الخليط يتقل معايا. هتلاحظي اول ما تنزلي بالجيلاتين ان الخليط بدأ يفك معاكي ويبقى سائل. عادي جدا، اوعي تقلقي، هتفضلي تكملي في التقليب لحد ما الخليط يتقل معاكي تماما، يبقى قوامه تقيل جدا جدا جدا، علشان نقدر نوصل للقوام المثالي للمهلبية. هنكون في الأثناء ده مجهزين القوالب بتاعتنا. عندك قوالب استخدميها زي القوالب اللي أنا هستخدمها دلوقتي. ما عندكيش أي علبة تلاجة عادية خالص، هتدهنيها زيت وتحطي عليها كيس وتدهنيه زيت وتبداي تحطي الملبن عليه. القوالب دي موجوده عند اي محل مستلزمات حلواني. دهنتها دهنه صغيره من الزيت وبدات احط فيها الملبن. زي ما انتم شفتوا الملبن بتاعي لونين، لون احمر ولون اصفر. هبدا احط اللون الاولاني، وهنسيب الخليط اللي احنا قسمناه في الاول ده، وهنبدا بعد كده نشتغل فيه تاني. زي ما انتم شايفين الخطوه اللي انا قسمت فيها الخليط دي ما تقلقيش منها خالص، مش هيكون الملبن جامد معاكي. اول ما تحطيه على النار هيرجع يفك معاكي تماما. شايفين انا حطيته في القالب من تحت ومدي شكل ولون جميل جدا. نيجي بقى لنص الخليط اللي احنا سبناه، نبدأ نحطه على النار مرة تانية، وبعد كده هنحط عليه نقطتين 3 من اللون الأحمر. احنا أساسا اوريدي كان الخليط بدأ يتقل معانا وركناه على جنب. هناخده ونحطه على النار ونحط نقطتين 3 من اللون الأحمر، وبعد كده هنفضل نقلبه. تقدري تحطي أكتر من نقطة في اللون الأحمر لحد ما توصلي للون اللي انتي عايزاه. أنا هنا ماشية معاكي خطوة بخطوة وبقولك كل الخطوات علشان ما يفوتكيش أي خطوة، لأن الملبن كله عبارة عن خطوات أثناء غليانه على النار.
زي ما انتم شايفين حطيت اللون واستنيت لحد ما الخليط بدأ يتقل معايا، عدى تلت ساعة. وبعد كده جبت معلقة من جيلاتين وحطيت عليها معلقتين من المية الدافية، ونزلت على الخليط زي ما عملنا في الخليط السابق، وهنفضل نقلب فيه. هنلاقي الخليط فك معانا وبدأ سايل، وبعد كده هيتقل معانا. اكتبوا لي بقى تحت في التعليقات مين عندكم في البيت كان بيتخانق على الملبن الملون. انا كنت من عشاق الملبن الملون، وهو دايما كان بيتعمل نص احمر ونص اصفر، كان بيطلع قمر قوي. دلوقتي بقى في حاجات جديدة بقى بيطلع على شكل قلوب ومربعات. ما كانش على ايامنا غير الملبن اللي هو بيبقى حتة واحدة مستطيل كده وبيبقى نصين، بيبقى شكله قمر قوي وجميل قوي. وانا كنت بحب السكر من عليه وانا صغيرة، وانا كنت مدمنة الحلويات. سيبوا لي بقى تحت في التعليقات انتوا بتحبوا ايه في علبة حلاوة المولد، وكنتوا بتحبوا الملبن ولا لا. انا اعرف ناس ما بتحبش الملبن نهائي، يعني كانوا بيجيبوا علبة حلاوة المولد دي ويطلعوا منها الملبن، لان زمان ما كانش فيه فكرة ان انت تختاري الحلاوة اللي انت عايزاها. كانت العلبة بتبقى متكيسة زي ما هي ومتقفلة، وانت بتاخديها زي ما هي. زي ما انتم شايفين كده حطيت الخليط الاحمر على الخليط الاصفر، وهنسيبه لمدة ليلة كاملة. عايزة تسيبيه ليلتين هيطلع حلو برضو، لكن انت ليلة كاملة حلو جدا. هتسيبيه على الرخام مفيش اي مشكلة خالص، هتلاقيه متماسك وجميل. تعالوا اوريكم التماسك بتاعه. هنشوفوا بينزل ازاي. بينزل حتة واحدة زي اللي احنا بنشتريه من بره. في طبق بقى نحط شوية من السكر السنترفيش العادي ده اللي احنا بنستخدمه في البيت، ونبدأ نقلب الملبن فيه، هيمسك فيه بكل سهولة. وبس كده، وتزينيه وترصيه في الطبق بتاعك. انا عملته في القوالب دي عشان يطلع شكله زي اللي احنا بنشتريه من بره، يطلع شكله قمر قوي. بس انت لو عملتيه في قالب مستطيل وبدات تقطعيه هيطلع برده نفس الشكل، وهيطلع جميل معاكي لو انت ما عندكيش القوالب دي. وده الشكل النهائي بتاع الملبن الملون، شكله قمر قوي. جربوه وهيعجبكم جدا. واكتبوا لي تحت في التعليقات ايه رايكم. نيجي بقى للملبن بتاع الدوميه او الملبن الاحمر بالسوداني. اول خطوه هنعملها مع بعض، هنجيب نص كوبايه من النشا ونص كوبايه من الميه، ومعاها معلقه كبيره من ميه الورد. نقدر نستبدلها بنص معلقه صغيره من الفانيليا. انا معايا بقى هنا كوبايه الا ربع من السوداني، ممكن تستخدمي كوبايه كمان في الخليط. وهبدا احمصها تحميصه خفيفه على النار. مهمه قوي الخطوه دي، بتخلي السوداني كده بيقرش وجميل قوي. في اي نوع حلويات مولد لازم تحمصي كده المكسرات بتاعتك. هنجيب بقى حله على النار، نحطها على النار. معايا كوبايه ونص من السكر، كوبايه ونص من الميه. شايفين المكونات سهله وبسيطه ازاي. هنبدا نحط الخليط ده على النار. اول ما يبدا يغلي معايا هننزل ب3 معالق كبار من عسل الجلوكوز ورشه من ملح الليمون. تقدري تستبدليها بعصير نص ليمونه. بس ملح الليمون بيديكي القوام المتماسك بتاع الملبن ومش هيسيح منك تماما. تاكدي تماما ان الطريقه دي حلوه جدا وناجحه جدا، وملح الليمون مش هيسيح وهيخلي الملبن قوامه متماسك تماما. نزلنا بخليط النشا بالتدريج، وزي ما انتم شايفين بنقلب لحد ما الخليط يتقل معايا. هفضل اقلب في الخليط ده لمده تلت ساعه، وبعد كده هنبدا نحط اللون بتاعنا. طبعا الملبن الاحمر مشهور جدا باللون بتاعه، وان هو بيبقى فيه قطع سوداني، وفي ناس كتير بيبقوا من عشاقه. انا اختي الصغيره كانت بتتجنن عليه، ودايما علبه حلويات المولد بيبقى فيها صبع واحد او اتنين يعني ماكسيموم، بس بيتهيألي بيبقى فيها صبع واحد. كانت بتتخانق عليه وتاخده، وكنت بنط عليها واقعد اقول لها اديني نصه واديني ربعه. ولا الحوجة بقى هنعمله في البيت، ومش هنحتاج ان شاء الله نقعد نقسم ونقطع من بعض. احنا هنعمله في البيت بمكونات سهله وبسيطه. معايا معلقتين كبار من الجيلاتين، حطيت عليهم 4 معالق كبار من الميه الدافيه وقلبتهم مع بعض، ونزلت عليهم على الخليط السابق بعد ما فات تلت ساعه، وبعد ما بدأ يتقل معايا الخليط تماما. احنا ما بنعملش مهلبيه، احنا بنعمل ملبن، فلازم الخليط يبقى قوامه تقيل وخفيف في نفس الوقت، يديكي قوام حلو. بعد ما عملت الخطوه دي هحط اللون الاحمر بتاعي. تقدري تزودي اللون زي ما انت عايزه، لو عايزه قوه اللون كده قويه. انا حطيت مرتين من اللون، يعني حطيت 4 نقط كده صغيره من اللون الاحمر. لو بتحطي لون احمر بودره هتحطي ربع معلقه صغيره من اللون الاحمر. شايفين القوام بتاعه بعد ما تقل معايا؟ تقل وبقى جميل جدا. اول ما يتقل معاكي هتنزلي عليه بالسوداني، وهنقلبه تقليبه خفيفه، ونكون مجهزين نكون مجهزين علبة تلاجة مدهونة زيت، محطوط عليها كيس مدهون زيت. ممكن تستغني عن فكرة الكيس ده، بس هيسهل عليكي وانتي بتطلعيها من علبة التلاجة. ودلوقتي هوريكي الطريقة اللي احنا بنطلع بيها الملبن
سهل جدا. عايزه اقول لك الملبن بعد ما يتشال من على النار لازم تصبيه مباشره، لو سبتيه 10 دقايق كمان هتلاقيه مسك في الحله وهيبقى صعب جدا ان انت تطلعيه. لازم تبقي سريعه في الخطوه دي وتكوني مجهزه العلبه بتاعتك اللي دهنها زيت وعليها كيس مدهون زيت قبل الخطوه بتاعه ما تبداي ان انت تجهزي مقادير الملبن او تشتغلي بيه على النار، علشان خاطر اول ما يخلص تشيليه وتصبيه على طول. وده الشكل النهائي بتاع الملبن الاحمر. هسيبه لمده ليله كامله على الرخامه، وبعد كده تاني يوم تقدري تقطعيه بكل سهوله. لو دخلتيه التلاجة ساعتين 3 برضو هيتماسك معاكي، بس الافضل ليكي ان انت تسيبيه في الهواء لمده ليله كامله. هتقدري تقطعيه بكل سهوله في السكينه، مش هيلزق معاكي، مش هيسيح، هيبقى قوامه متماسك زي اللي انت هتشوفيه دلوقتي. ده شكله بعد ما عدى ليله كامله، قوامه حلو ومتماسك جدا وشكله جميل. جربوه وهيعجبكم جدا. وانا عارفه ان في ناس كتير بتعشق الملبن الاحمر اللي بالسوداني ده، قلت اعمله لكم في حلويات المولد. انا كده خلصت الوصفات بتاعه حلويات المولد. يا رب تكون الوصفات عجبتكم. احنا عملنا السودانيه والحمصيه والسمسميه، عملنا طريقه القشطه والنوجه بمكونات سهله وبسيطه جدا، وعملنا الملبن الملون، وعملنا كمان الملبن الاحمر بالسوداني او الدوميه. شايفين شكله حلو ازاي في التقديم؟ والله شكله قمر قوي. جربوه هيعجبكم جدا. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. لو عجبكم الوصفه ولسه مكملين معايا الفيديو لحد دلوقتي، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. ولو هتتابعوني من الفيسبوك او الانستجرام او اليوتيوب، تنسوش تعملوا لي فولو. شكرا لكم على المشاهده، واتمنى يا رب اكون عملت حلويات حلوه وجميله تعجبكم. يا رب في انتظار ارائكم وتعليقاتكم. واكتبوا لي تحت في التعليقات ايه اكتر حاجة عجبتكم في الحلويات اللي احنا عملناها، وايه اكتر حاجة جربتوها وطلعت ناجحة معاكم. انا الوصفات اللي انا عاملاها دي عملتها لكم لايف كلها ناجحة 100%. جربوها واكتبوا لي تحت في التعليقات ارائكم وتعليقاتكم، وهستنى اشوف ردكم عليا. واكتبوا لي كمان بتحبوا ايه في حلويات المولد. شكرا لكم على المشاهدة، وانتظروني في وصفات اخرى. باي باي.